الو. ايوه يا فندم، مين معايا؟ ايوه الصوت كده تمام. اي عامله تمام، مين معايا؟ اي عامله يا باشا؟ مين معايا؟ معاك الحاج علي. حاج علي، حضرتك عاوز مين؟ عايز المحاميه اسمها قال لي الواد هو المحاميه بتاعت اسكندريه. هو حضرتك تبع مين طيب؟ انا تبع، انا من الاقصر. تمام يا حاج علي. اه. تمام، راح معاي ولدي يعني في دورك كده. اه. هو مين ادى حضرتك رقمي؟ اداني الرقم واحد من عنديكم من بلدكم، يعني ايه، معانا مشكله عنديكم مع مرت ولدي. مع مرات ابنك؟ ولدي ده راح يتجوز بنت خالته من اسكندريه، قطع فيها وفي خالته. اه. تمام. ماشي يا حاج علي. اه. كمل شهرين يا بنيتي وراح هي يعني لما اخذت اخينا هبابه. بنتك؟ بنت مين؟ معيش بنات انا، ولدي اللي اتجوزها دي بنت خالته وتخينه. تمام ماشي. يروح يركبها المتسكل، يا الكاوتش ينام يا المساعدين. المره راحت المساعدين طقطوا العيال ايه في البلد عندنا هنا، قعدوا في الرايحه والجايه يتمقلتوا عليها. اه. خسي ما تخسيش، المهم راحت حصلت العركه، روحها عنديكم في البلد. اياه. اه. وراحت عند امها وقرشت، قالت انا يا عمي ما رجعاش تاني وعايز تتطلق. وراحت جات بعد كده بعدها ب 20 يوم ولا حاجه، راح اخواتها جو خدوا العفش. تمام. ما خلوه عارفه يعني السيراميك لو تقلع معاهم كان خدوه اللي يخرب بيوتهم. اه. حتى التكييف جايب ولدي وجايب شاشه، عارفه الشاشه دي قد الحيطه. يعني يوم رحت سمعت الماتش عنده اللعيبه قول بيلعبوا معي في الصاله، خدوها. هم اللي كانوا جايبين الشاشه ولا؟ يا ابوي ما جايبينش دول معفنين، ده بيتغدوا مش بيتعشوا، يجيبوا يا دول. ده ولدي جاب كل حاجه اللي يخرب بيته، كان جاي من الكويت. طب هي خدتها ليه؟ هي اصلا كانت مكتوبه في القايمه بقى. هي كاتبه كل حاجه، هو ما مهبل ما كله، ما هو كان نايم نوم هناك. اه. وضحكوا عليه. وطبعا عارفه انت يعني اللي مؤاخذه عندكم البنات بحري، يعني كلامهم غير عندنا هنا في الصعيد. انا ما اعرفش والله الكلام السعيد عامل ازاي، ما علينا بعدين. المهم هي طبعا الواد الليل كله رافع رجاليه على قايم الدكه وماسك التليفون ويحب ويعمل اللي يخرب بيته لما خربت بيته. اه. دولك راحت عملت له النيل بيقولوا عليه دي بتاعت التمكين بان ولا بتاعت الشقه. تمكين من مسكن الزوجيه. هي معاها عيال؟ يا ابوي عيال مين؟ بقول لك كملش 3 شهور، دي زي البطش دي، ولا هتجيب عيال ولا هتشوف عيال ابو الشلعفش. 3 شهور. بعدين؟ المهم يعني ومش حامل حتى؟ حامد مين؟ مش قصدي مش حامل. يا ابوي حامل ليه؟ هو بقول لك هو 3 شهور، هي جات ما خربتش غير البيت. دي كانت تقعد على الطبليه. يلا الحمد لله. بعدين؟ دلوقتي قومت المحامي اللي عندنا بس بان عليه ده بتاع طبال، يعني ما على كده. حددوا جلسه للواد، كان عايزين يحبسوه تو. يحبسوه ليه؟ يحبسوه ما عارف اللي هنا بتاع العفش ده بتاع التفتيت بان ولا بتاع ايه ده؟ التمكين ما يحبسوهوش. التفتيت بتاع تفتيت العفش ده. تبديد منقولات زوجيه. بتاع ايه ده؟ تبديد منقولات زوجيه. يعني عملت له تبديد منقولات زوجيه، يعني ان هو سرق العفش واخد العفش وهرب فيه. المهم ان هي عايزه يعني اللي في القايمه، العفش اللي في القايمه هي عايزاه تاني. طب ماشي، طب ما كانش في كاميرات طيب صورتها هي واهلها وهم رايحين؟ يعني هي دي، يعني هي دي القضيه دي حضرتك، يعني ولد اللي خد العفش. ايوه، معناها ان ابنك اخد العفش بتاعها اللي هو مكتوب في القايمه. يخرب بيتها وبيت ابوها، عفشيه دي كانت ناسيه حله عندنا تحت عند مرتي جات خدتها. طب هي هو ايه ده؟ طب هي عملت كده ليه؟ طب استنى هقول لك على حاجه. ما كانش بقى اما هي جت تاخد العفش كانت جايه من قريب اكيد، صح؟ من قريب ازاي؟ دي جايه من اسكندريه ابوي، كي قريب. اقصد من وقت قريب، يعني اللي حصل ده ان هي جت اخذت العفش بقى والشاشه والكلام ده كله من قريب ولا من فتره كبيره؟ من بتاع 20 15 يوم كده. مفيش
كاميرات قريبه منكم؟ كاميرات وين يا ابوي؟ انا ساكن في حته الناس ما عندهاش تلفزيونات في البيوت، هتجيب كاميرات؟ طب اقول لك على حاجه، كان في شهود. شهوريه؟ شهود حد شاهد على ان هم طلعوا اخذوا قاعد كان معايا الحاج عبد الرحمن، بس ما نظروا على كده، ده بيشوفوا المره راجل من بعيد. اقول لك على حاجه كمان، طب في جيران؟ الجيران يعني الناس اللي جنبينا؟ ايوه ده شافوها، دي اما قاعده توزع حلاوه في الشارع مقلاهم. ايوه ما هو بص، هم شافوها هي واهلها وهم جايين ياخدوا يا ابوي هم شافوها، دي جرستنا، ده البلد كلها شافتها، هي بس خلاص يبقى انت تروح بالشهود دول يوم الجلسه. والله احنا الست دي اخذت العفش بتاعها، اخذت كل اللي كان في البيت من اوله لاخره، وادي الشهود اهوت يشهدوا على كده الجيران. يعني انا اخذ الجيران اروح بهم المحكمه في اسكندريه؟ المحكمه ايوه بتاعت اسكندريه. يا ابوي ده مشوار، ده انا كل واحد جبت له تذكره، اجيب عفش جديد اسهل. هتعمل ايه؟ ما هي مالهاش حل الا كده. طب احنا ما ينفعش نعمل القضيه اللي قالوا عليها دي مضاده دي، ولا اسمها هي اللي قال لي عليها الراجل؟ معارضه ايه؟ اسمها معارضه. يا ابوي لا، هو الراجل قال لي يعني تعمل محضر اقصاد محضر. عايز تعمل محضر ان هي سرقت العفش. طب ما هو انت المحضر بتاعك هيبقى بعد المحضر بتاعها، فهي هتقول ده انا عامله له محضر عشان كده هو بيعمل محضر قصادي عشان كيدي يعني. فهمت قصدي؟ هتكدبك بكده. فانت الاحسن ان انت تروح تجيب الشهود وتروح تحضر الجلسه وتقول لا والله ده هي جت اخذت كل العفش بتاعها، ده اخذت كمان العفش اللي احنا كنا جايبينه واللي هي كانت جايباه، وادي شهود هم جيراننا بيشهدوا على كده. ايوه يعني اخذ الناس ويقولوا شفناها هي وبتاخذ العربيه الشفر بتعبي الحاجه. والله ما اقول الحق، الست ديت احنا شفناها وهي جايه هي واهلها وبياخدوا العفش كله. طب ما ينفعش انا اروح للقاضي واحلف على الايمانات كلها؟ ايه بص، انا ما ينفعش اروح للقاضي احلف على ايمانات كلها؟ ما هو انت ابوه، انت ما ينفعش، لكن جاره هو اللي شاهد. لكن انت ابوه ما ينفعش طبعا. لا يا ما ينفعش. كي انا ابوه؟ يعني ابوه هيكذب؟ لا ما اقصدش، هو شهاده الاب لابنه ما تنفعش. يعني هيقولوا عشان ابوه وكده. وبعدين انت مش جاره، هم عايزين جاره عشان يكون حد شاف بعينه، القاضي يبقى مطمن ان هو حد شاف بعينه. ما مشوار يا ابو. طب ينفع القاضي اديه التليفون يحلف الناس اللي في البلد؟ لا يا ما ينفعش، ما ينفعش طبعا. يعني المهم عند البيت كده وارن عليهم ويكلموه؟ لا طبعا ازاي، ما ينفعش. لازم يروحوا؟ لا هو لازم حضرتك تجيبهم يوم كده. هو الجلسه امتى؟ بتاعت ايه دي؟ الجلسه امتى؟ قالوا لك انت ما عرفش حاجه. المحامي اللي معانا ده، المحامي ده بان عليه هيتحبس هو وولدي في الاخر. لا مش هيتحبس ولا حاجه، هو ممكن يكون بس بيشوف عشان خاطر اليومين دولت الدنيا مش شغاله قد كده. شهر 8 ده الشغل فيه قليل، بيبقى فيه اجازات قضائيه كتير. طب ينفع يعني لو جينا عندكم ينفع اكلمك يعني حضرتك وتوقفي معانا؟ طبعا على راسي طبعا اكيد. الله يبارك لك يا بنت الاصول، الله يخليكي. وقف لك اولاد الحلال ربنا يخليك يعني. ويبعد عنكم ده انت هتشوفيها دي ربها بالمحكمه يدخلها الله يخرب بيتك. ربنا يا رب يهدي ويصلح الحال، وان شاء الله ان شاء الله كل ده يخلص ويرجعوا لبعض تاني. يرجعوا مين يا ابوي؟ انا من يوم ما مشت هي التومين قاعد في البيت، دي كانت بتاكل الدقيق نيله يخرب بيتها. الحمد لله المشت. لو قلت حاجه بقى بتصل بيك. تمام ماشي يا باشا. ماشي يا عم، مع السلامه. في رعايه الله. اقسم بالله اللي بعت لي الرقم راجل محترم، والمحاميه دي بنت ناس ومقصله. يا رب توافق، لو وافقت هتشوفوا الفيديو، ما وافقتش انا بس هشوف الفيديو. سلام.